تخيل انك انت بتبني قصر كبير او بتكون شكل عظيم زي البازل كده، مكون من 6000 قطعة. كل يوم انا بديك قطعة او قطعتين على مدار 23 سنة، وكل قطعة ليها مكان محدد، وانت المفروض تحط القطعة دي في مكانها المحدد، بحيث ان في الاخر بعد ال 23 سنة يكتمل عندك هذا الشكل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بينزل عليه القرآن مفرق، آية آيتين سورة، مجموعة آيات مختلفة، وطبعا تقرأ عليه فيحفظها بأمر الله سبحانه وتعالى، وتثبت في قلب النبي. وبعدين النبي يقول لهم ضعوا الآية دي في السورة الفلانية بعد آية كذا، وضعوا الآية دي في السورة الفلانية بعد آيات كذا، ويحط كل آية في مكانها لحد ما يكتمل القرآن الكريم. الموضوع ده فيه إعجاز وفيه عظمة غريبة جدا، إن القرآن ينزل آيات مفرقة. ليه؟ عشان يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تكون في معايشة وتربية وتثبيت المؤمنين، يشوفوا الإعجاز بتاع كل آية في مكانها، يعيشوا ويستمتعوا بنزول الوحي وهو بيوصف أحوالهم وبيوجههم في كل خطوة من خطواتهم. وبعدين تجمع هذه الآيات في الترتيب اللي ربنا سبحانه أراده في القرآن الكريم، بترتيب اختاره الله سبحانه وتعالى، مش بيختاروش أي حد من البشر. كان سيدنا جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وفي آخر سنة في العرضة الأخيرة يقرأه مرتين في رمضان على النبي صلى الله عليه وسلم بترتيب المصحف، والمؤمنين يحفظوه والحفظة تحفظه بهذا الترتيب من الفتحة للناس، ترتيب مختلف عن ترتيب النزول، مختلف عن الترتيب اللي نزل بيه القرآن الكريم، لكنه الترتيب اللي ربنا اختاره عشان يكون هو ده ترتيب المصحف الكامل. كأنك بتكون القصر ده بمنتهى الدقة وبمنتهى يعني العظمة. سبحان الله. ويموت النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن كله مكتوب، مش محطوط في مصحف واحد لكنه كله مكتوب، والأهم أنه مجموع في صدور المؤمنين حفظت القرآن الكريم، زي ما ربنا قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يموت النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن محفوظ بالترتيب الأخير اللي في العرضة الأخيرة في قلوب المؤمنين، وينقلوه متواتر، آلاف المسلمين يحفظوه لآلاف وملايين المسلمين، ويفضل القرآن محفوظ بأمر الله سبحانه وتعالى بهذا الترتيب للأجيال اللي بعد كده. الجيل النبوي، جيل الصحابة اللي عاش مع القرآن وقت ما نزل، خد القرآن مفرق، خد القرآن كل آية تخاطب حالهم في اليوم ده، تربيهم وتخليهم يتعايشوا مع القرآن عشان يبقوا جيل قرآني فعلا، جيل تربى على ايد الله سبحانه وتعالى ومع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده القرآن يحفظ ككتاب مرتب بالترتيب اللي اختاره الله سبحانه وتعالى للأجيال اللي بعد كده. سبحان الله.